اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات الصيدلة المتميز. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن انواع غسولات لاروش بوزيه للبشرة الدهنية. عندنا 3 انواع من لاروش بوزيه غسول للبشرة الدهنية. رقم 1 غسول الطبي من لاروش بوزيه ايفاكلار لعلاج حب الشباب اللي هو لاروش بوزيه ايفاكلار ميديكيتد اكني فيس واش. مكونات الغسول ده ايه او محتوياته ايه؟ بيحتوي على حاجة اسمها رقم 1 حمض السلسلك، وهو بيساعد في تقليل التهابات البشرة. رقم 2 في حاجة اسمها حمض اللايبو هيدروكسي، وده زي مقشر خفيف للبشرة، بيساعد البشرة على التخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء، وبيفتح المسام عشان يتخلص من إفرازات الزيوت والدهون الزيادة في البشرة. رقم 3 في حاجة اسمها النياسيناميد، والنياسيناميد ده زي فيتامين بيقلل الاحمرار والالتهابات اللي في البشرة الدهنية. رقم 4 في حاجة اسمها بيروكسيد البنزويل، وده زي مضاد حيوي كده بيستخدم عشان يقتل البكتيريا اللي بتسبب حب الشباب. ورقم 5 حاجة اسمها مياه الينابيع الحرارية، ودي حاجة مضاد أكسدة عشان تقلل شوية حبوب الشباب وتهدي البشرة. كل المكونات ال5 دول بيساعدوا البشرة على التخلص من حب الشباب أو علاج حب الشباب والبكتيريا اللي موجودة في البشرة والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء اللي موجودة في البشرة. مميزات الغسول ده ايه؟ ان هو لطيف على البشرة ومناسب جدا للاستخدام اليومي، ما بيسببش انسداد المسام، وخالي من العطور والبارابين والكبريتات، وعشان كده ينفع يستخدم للبشرة الدهنية والمختلطة الحساسة. وده طبعا زي ما قلنا هو غسول علاجي للبشرة الدهنية والتهاباتها ولحبوب الشباب. رقم 2 معانا في الغسولات هو غسول لاروش بوزيه اللي هو ايفاكلار جل للبشرة الدهنية. لاروش بوزيه ايفاكلار بيوريفاينج فومينج جل. مكونات الغسول ده ايه؟ رقم 1 حمض السلسلك، وده قلنا بيستخدم عشان الالتهابات وكمقشر خفيف للبشرة. الجليسرين رقم 2 الجليسرين والبرو فيتامين بي 5 اللي هو زي مرطب خفيف للبشرة. وفي كمان رقم 3 مياه الينابيع الحرارية، ودي قلنا ان هي زي مضادات اكسدة بتستخدم كمرطب وبتلطف البشرة وبتشيل الالتهابات والتهيج والاحمرار. وفي كمان رقم 4 اللي هو الزنك. الزنك ده بيستخدم زي مضاد أكسدة قوي للبشرة، وبيشيل إفرازات الزيوت الزيادة في البشرة، وبينظم إفراز الدهون والزيوت في البشرة، وكمان بيهدي الالتهابات اللي بتبقى موجودة في البشرة الدهنية. الغسول ده الفرق بينه وبين الغسول الأول إن الغسول ده مش ميديكيتد، يعني مش علاجي زي الغسول الأول. الغسول ده بيستخدم عشان يشيل الزيوت الزايدة اللي موجودة في البشرة الدهنية والمختلطة والأوساخ والمكياج، وبينظم افراز الدهون. يعني بس بيشيل الزيوت اللي هي الزايدة وبينظم افراز الدهون بدون ما يعمل جفاف في البشرة. عشان كده هو ما بيستخدمش للبشرة المعرضة للحبوب، هو بس بيستخدم للبشرة الدهنية او البشرة المختلطة عشان ينظم افراز الدهون. مميزاته ان هو بينضف الجلد من غير ما يعمل جفاف زي ما قلنا، والتركيبة بتاعته خالية من الصابون، ما فيهوش صابون، وعشان كده ما بيسدش المسام، ومناسب جدا للبشرة الحساسة. والعطر اللي فيه عطر خفيف جدا، ما بيعملش تحسس او تهيج في البشرة. رقم 3 معانا في الغسولات اللي هو غسول لاروش بوزيه ايفاكلار اتش ايزو بايوم، اللي هو لاروش بوزيه ايفاكلار اتش ايزو بايوم كلينسنج كريم. ده غسول كريمي للبشرة مش رغوي زي الكريم كده، بيتحط على البشرة وبيتساب دقيقتين وبعدين بيتغسل بمية. مكوناته عبارة عن حمض السلسلك، وده زي ما قلنا بيتساعد البشرة على تقليل الإحمرار والتهيج. وحاجة اسمها الجليسرين، الجليسرين ده بيرطب وبيغذي البشرة. والزنك قلنا بيستخدم كمضاد للالتهاب عشان يقلل الحبوب بتاعة الشباب ويقلل الزيوت واللمعان اللي في الوش. ومادة اسمها ألانتوين، والألانتوين ديت برضو بتساعد في تهدئة البشرة. وكمان في مياه الينابيع الحرارية اللي بتساعد في تقليل الالتهابات وترطيب البشرة. وكل المكونات دي بتستخدم مع بعضيها علشان تشيل انسداد المسام اللي في البشرة، وبتنظم إفراز الزيوت، وبتشيل الزيوت الزايدة اللي في البشرة، وبتقلل من التهيج البشرة واحمرار البشرة.
عشان كده مناسب جدا للبشرة الدهنية والمختلطة، وكمان مناسب للبشرة الحساسة. مميزاته ان هو لطيف جدا على البشرة، ممكن استخدمه كل يوم، وخفيف على البشرة وما بيسببش انسداد المسام، ومناسب للبشرة الحساسة ومفيهوش اي مواد كيميائية او اي روايح. استخدم الغسولات دي ازاي؟ عن طريق ان انا اخد كمية صغيرة من الغسول واحطها على بشرة مبللة مش جافة، لازم البشرة تكون مبللة، وبعدين اعمل لها مساج او في حركات دائرية واسيبها لمدة دقيقة او نص دقيقة، وبعدين اشطفها بمية عادية بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك واعملوا شير عشان غيركم يستفيد، ولو حد عنده اي سؤال يا ريت يكتبه في الكومنتات وان شاء الله هنرد عليه.